في ناس عمرك ما هتلاقي لهم صورة على الإنترنت، لا ستوري، لا بروفايل محترم، ولا حتى صورة قديمة من أيام المدرسة. الناس دي مش دايما غامضين ولا عايشين حياة سرية زي ما ناس بتحب تتخيل. الحقيقة أبسط وأعمق. في ناس بتختار تفضل بره ضوضاء السوشيال ميديا، مش لأن عندهم حاجة يخبوها، بالعكس، بس لأنهم شايفين إن كل صورة بتترفع بتبقى ملك لعيون الناس، مش ملك ليهم، وهم مش مستعدين يشاركوا جزء من نفسهم مع جمهور ما يعرفهمش أصلاً. وفي نوع تاني، اللي اتلسع قبل كده، اللي اتصورت في يوم بسيط وتحولت الصورة لتعليق ساخر أو مقارنة أو كلمة وجعته. الناس دي اتعلمت إن الأمان أهم من اللايك. وفي ناس شخصيتهم مش مبنية على إنهم يشوفوا نفسهم حلوين على الشاشة. هما مش محتاجين يثبتوا إنهم عايشين ولا بيخرجوا ولا بيضحكوا. هم عايشين فعلا بس بعيد عن العيون، وده اختيار مش نقص. وفي ناس شايفة إن الصورة بتمثل لحظة مش لازم تتحول لمنتج يتقارن ويتحلل ويتحكم عليه. الناس دي فاهمة إن السوشيال ميديا بتكبر كل حاجة، الجمال، الغلط، العيوب، الكمال الوهمي، فبيهربوا منها بحكمة مش بخوف. وفي كمان اللي شايف إن حياته مش محتاجة جمهور، اللي مصدق إن اللحظات الخاصة قيمتها في إنها خاصة بينه وبين اللي عاشها بس، مش بينه وبين آلاف بيعملوا سكرول. وفي اللي شايف إن الصورة على الإنترنت بتستدعي حكم الناس، والناس عمرها ما كانت عادلة. وده صحيح، أي معلومة بتطلع عنك حتى لو بريئة ممكن تتحول لرأي ونقد وتقييم، وكل ده بدون ما حد يعرفك أصلاً. وفي الآخر الناس اللي مش موجودة على الإنترنت مش أقل اجتماعيين ولا مش واثقين في نفسهم، هم ببساطة بيختاروا يعيشوا في مساحة راحة مختلفة. مشكلتنا إننا تعودنا نربط الظهور بالوجود، واللايكات بالقيمة، والصور بالثقة. بس ده مش قانون. يمكن لو ركزنا شوية هنفهم إن الناس اللي بتختفي عن الإنترنت مش مختفية عن الحياة، هم بس حافظين الجزء اللي يخصهم ومش حابين يشاركوه، وده حقهم مش لغز. وفي زمن كل حاجة فيه بتتصور، يمكن يكون الغموض مش ضعف، يمكن يكون وعي، ويمكن أقوى صورة ممكن تاخدها هي اللي ما بتنزلهاش.